ألم الدراع من الخلف، ألم منطقة الترايسبس كده، الألم اللي بيكون بدايته أو أكتر تركيز فيه جاي من عند الكوع بتاعك وممتد، يا إما ممتد حاجة بسيطة فوق الكوع يا إما يكون واخد دراعك كله من ورا. الألم دوت طبعا اللي مخليك مع أقل حركة واستخدام لدراعك بتحس بألم شديد جدا في دراعك، فبالتالي مخليك مش قادر تتعامل بصورة طبيعية وأكيد نفسك تتخلص منه. عايزك بقى تطمن عشان إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتعلم عملي مع بعض تمارين بسيطة جدا وسهلة جدا، ولكن مهمة إنها تخلصك من الألم اللي موجود في دراعك من ورا وبالتالي تقدر تستخدم دراعك بصورة طبيعية. وقبل ما نقول على التمارين خلينا كده في عجاله اقول لك هي ايه اصلا المشكله دي. هو ببساطه جدا المشكله ديت هي التهابات في وتر عضله الترايسبس. عضله الترايسبس ديت زي ما احنا عارفين هي العضله اللي ماسكه في دراعك من ورا، مش مهم تفاصيل قوي ولكن جزء منها ماسك من عظمه دراعك وجزء تاني ماسك في عظمه لوح الكتف. المهم ان العضله ديت نازله كده وفي نهايتها اتحولت لوتر عشان خاطر تمسك في عظمه الكوع بتاعك. طبعا العضله ديت مهمتها انها تفرد دراعك، تفرد الكوع بتاعك، فبالتالي مع حركات دراعك اللي انت بتعملها مع بقى انت بتستخدم دراعك وبتفرد وتتني فيه، العضله ديت هي اللي شغاله. خلي بالك ان حركه دراعك ديت فرد وتني دراعك دوت بيخلي ان الوتر اللي هو ماسك في عظمه الكوع ديت يحصل فيه زي احتكاك كده. طيب لو انت بقى بتستخدم دراعك دوت وبتحط عليه تحميل كتير، انت مثلا شغلتك فيها تحميل بدراعك كتير، بتشتغل وتفرد وتشيل وتحط على دراعك كتير، انت مثلا في البيت بتعملي مجهود وشغل بيت كتير جدا على دراعك، انت مثلا بتلعب جيم وبتلعب تمارين وتحميل كتير جدا على دراعك، دوت بيؤدي ان الوتر دوت اللي هو غير مؤهل ان هو يشيل التحميل دوت يحصل فيه التهابات، فبالتالي بقى يحصل فيه الالم والمشاكل اللي انت حاسس بيها ديت في دراعك من ورا وما تقدرش تستخدم دراعك بصوره طبيعيه. في فيديو النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض تمارين وحاجات تساعدك انك تتخلص من الالتهابات والالم دي. مش بس كده، كمان هنعمل مع بعض تمارين تقوي الوتر دوت وتقوي العضله ديت بحيث بعد كده لما انت تحط عليها لود تلاقي ان هي قادره تستحمل وما يحصلش فيها المشكله اللي حصلت ديت. وكده اتكلمنا كتير جدا، خلينا بقى نعمل التمارين ونبعد الموديل دوت ببساطه جدا ونيجي بقى للتمارين. واول تمرين معانا واول حاجه نبتدي نعملها ببساطه جدا حاجه اسمها الديفليكشن مساج. فكرتها ببساطه جدا ان لو ديت دراعك اللي فيه المشكله وفيه الوجع، هتجيب صباعين دراعك التاني كده وتيجي عند منطقه كوعك وتقوم ضاغط ضغط بسيط على المنطقه دي وتبتدي ان انت تحرك الصباعين دول كده بالعرض، تبتدي تحركهم كده رايح جاي وتطلع فوق سنه 5 سم مثلا بعد عن الكوع، يعني كوعك اهو تعمل في المسافه دي كده بتدوس ورايح جاي اهو. انا ضاغط وبعد كده بحرك، مش بحرك كده من فوق من على الجلد، لا ده انا ضاغط ضغط بسيط ما يحسسنيش بالم شديد. اكيد هتحس ان في شويه وجع بسيط ولكن مش الم شديد. واجي اهو من الضغط ده افضل اعمل كده احرك صباعين رايح جاي، وانت بتحرك كده هتحس اصلا ان انت بتحرك على زي خيط كده او حبل سميك، هو دوت الوتر اللي احنا عايزين نعمل عليه. وهتعمل الحكايه ديت 3 دقايق رايح جاي كده على المنطقه بتاعه الوتر دي. ودوت كده كان اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا هو استرتش للعضله دي، وببساطه جدا هتبتدي تستخدم فوطه او اي حاجه وتقوم رافع دراعك كده وتمسك الفوطه كده ترفعها كده اهو ودراعك مرفوع كده وتبتدي ان انت بتشد من تحت بالفوطه دي. يعني اهو بص دراعي اللي تحت دوت، طبعا انا بعمل التمارين على الايد اليمين دي، انا رافع دراعي اهو كده وجاي ماسك الفوطه من ورا وبشد لتحت بحيث ان انا اعمل استرتش على قد ما اقدر، بحيث ان انا اتني دراعي وكوعي دوت على قد ما اقدر اهو، واقعد في الوضع دوت اهو زي ما انت شايف كده. في الوضع دوت وضع الاسترتش اقعد فيه زي اي استرتش عادي جدا لمده 30 ثانيه، وبعد كده بريح 15 ثانيه، وبعد كده بكرره كمان مرتين. ببساطه جدا انا ماسك الفوطه بطرف ايديا ورافع ايديا كده وتاني كوعي على الاخر، وكمان عشان خاطر ازود تانية الكوع بقوم شادد بالفوطه كده وافضل في وضع الاسترتش دوت عادي جدا. ودوت كده كان تاني تمرين معانا وتاني حاجه نعملها. تالت تمرين معانا ببساطه جدا هو تمرين تقويه للعضله ولكن بطريقه معينه. وببساطه جدا هتبتدي ان انت تكون تاني دراعك كده وتكون تاني كوعك برضو، يعني رافع دراعك كده وتاني كوعك كده، وتبتدي ان انت تحاول تفرد دراعك، ولكن وانت بتحاول تفرد دراعك هتدي مقاومه بايدك التانيه، فبالتالي هيكون ان انت بتحاول تفرد وعضله دراعك شغاله، عضله التراي شغاله،
ولكن عشان انت مدي مقاومه مش هيحصل حركه في الكوع، فبالتالي بتبقى انت كده بتزق. يعني انا لو شلت دراعي دوت هلاقي ان انا من الزق كوعي ده اتفرد، ولكن عشان انا بدي مقاومه فبالتالي مش هيكون في حركه، ولكن عضلات دراعي شغاله. اكيد انت كده فاهم. وطبعا بزق بالمقدار اللي ما يسببليش الم، يعني بزق بالقوه اللي ما تسببليش الم. واجي كده اهو من 90 بقوم زائق اهو 90 اهو، بقوم زائق واعد لغايه 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده اريح 4 عدات، وبعد ما اريح 4 عدات اقوم منزل دراعي كده وفارد كوعي شويه، واجي برده اهو ازق تاني 1 2 3 4 5 6، وبعد ما اخلص اقوم مريح 4 عدات، وبعد كده اقوم منزل دراعي تاني وفارد كوعي، اخلي بس فيه تانيه بسيطه، واجي برده احاول ازق اهو 1 2 3 4 5 6، ويبقى انا كده عملت دور. وبعد كده بريح 4 عدات واكرر الحكايه دي 10 مرات اهو من 90 وبعد كده منزل وفارد سنه، وبعد كده منزل على الاخر، وخلي بس فيه تانيه بسيطه. كل مره بدي مقاومه 6 عدات بالمقدار وبزق بالمقدار اللي ما يسببليش الم، واعمل الحكايه دي 10 مرات. ودوت كده كان تالت تمرين معانا. رابع تمرين معانا ببساطه جدا هنستعين فيه باي وزن. هتستعين مثلا فيه بازازه ميه، بكيس سكر، باي حاجه هتمسكها وتعمل بيها التمارين. والتمارين دوت نوع من تقويه العضلات بحاجه اسمها اسنتريك اكسرسايز. فكرته ببساطه جدا، هبتدي ان انا اقعد بس عشان خاطر تشوفني، ان انت الايد اللي احنا هنعمل عليها التمرين بتكون مرفوعه كده فوق، وبتيجي انت بالايد السليمه بتناولها الوزن اللي انت هتعمل بيه التمارين، وتبتدي ان انت تنزل الوزن دوت وتتني كوعك واحده واحده وانت بتعد 6 عدات. يعني مش مثلا تمسكه وتقوم نازل كده، لا كده غلط. انت اهو بتبتدي ان انت تنزل واحده واحده وانت بتعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده بتقوم ماسك الوزن بايدك السليمه وفارد ايدك المصابه، وبتقوم منوله لها، وبتبتدي برضو تنزل واحده واحده، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده تقوم رافع ايدك فاردها وتناولها بايدك السليمه اهو، وتقوم نازل 1 2 3 4 5 6، وهكذا. وتعمل الحكايه ديت 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. خلاص بقى التمرين دوت بنفس الوزن نبتدي نعمل تمرين تاني بنوع تاني من التقويه، وهو فكرته ببساطه جدا. انت بتكون موطي جسمك كده، وبيكون كوعك دوت مفروض كده عن ظهرك حاجه بسيطه، وبتبتدي وانت ماسك الوزن وتاني دراعك كده ان انت تفرد الوزن على الاخر وتقوم منزل بالراحه. ما تخليش بقى ان انت وانت بتفرد كده تقوم مسايب كده وتفضل بقى تمرجح في ايدك، لا انت بترفع كده اهو، تفرد على الاخر، وبعد كده تتحكم في الوزن وتنزل بالراحه، وبعد كده تقوم رافع، وبعد كده تتحكم في الوزن وتنزل بالراحه، وبعد كده تقوم رافع، وبعد كده تتحكم في الوزن وتنزل بالراحه، وهكذا. وتعمل الحكايه ديت 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. خلاص دوت بقى نيجي لاخر تمرين، وهو انك ببساطه جدا بتقوم رافع الوزن كده، وتبتدي كل اللي انت بتعمله ان انت بتقوم نازل كده ورافع وتنزل وترفع. دوت بقى مش زي التمرين التاني كنت بتنزل في 6 عدات، لا عادي جدا هتنزل من غير وقت كتير وتقوم رافع اهو، قلت لك برده عشان تشوفه، وتنزل وتقوم رافع، وتعمل الحكايه ديت 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. ودي كده كانت ببساطه جدا التمارين اللي لما تخلصها هتعمل بقى اخر حاجه، وهو انك تجيب كمادات تلج. هتجيب تلج وتلفه في فوطه او في قماشه او في اي حاجه، ما تحطوش مباشره على الجلد بتاعك، وبعد ما تلف فوطه تحطه على المكان اللي فيه الالم لمده ربع ساعه. ودي كده كانت الحاجات اللي ان شاء الله لما تعملها هتساعدك ان الالم اللي موجود في دراعك دوت يقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما. التمارين دي هتعملها مره واحده بس في اليوم وتمشي عليها كل يوم، ان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا. خلي بالك بقى ان الانشطه اللي انت بتعملها بتسبب لك الم تقلل منها لحد ما التمارين دي تلاقي نتيجتها. يعني مثلا لو انت بتشيل بايدك اليمين كتير ودوت اللي بيسبب لك الالم لما بتشيل بيها، ابتدي نقل على الدراع الثاني، او ابتدي خف التحميل على ايدك. لو انت مثلا شغل البيت بتعمليه بايدك ديت فبالتالي بتحس بقى بالم في دراعك، خلي شغل البيت تعمليه على الناحيه الثانيه. يعني بمعنى اصح اي نشاط بيزود لك الالم في المنطقه ديت ابتدي ان انت يا اما تعمل بالناحيه الثانيه يا اما تقلله لحد ما التمارين ديت ان شاء الله نتيجتها تظهر عليك، وتبتدي بقى ان انت تخف من الالم دوت، فتستخدم ايدك بقى بصوره طبيعيه ان شاء الله. وبس كده وكده يكون فيديو النهارده خلص، اللي اتمنى ان شاء الله انه يكون كان مفيد بالنسبه لك. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو انه يوصل اكبر قدر من الناس هم كمان يستفادوا بيه. وهسيب لك لينك اكونت انستجرام بتاعنا في صندوق وصف الفيديو، ادخل اعمل فولو عليه، ولو عندك سؤال تقدر تبعته لي. وبس كده اتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.